نتحول بكم مشاهدينا إلى إسبانيا، وفيها وقع الحارس الجديد لبرشلونة جوان غارسيا على عقد مع النادي الكتالوني، وسيرتبط الحارس السابق لإسبانيول مع البلاوغرانا إلى غاية عام 2031. نتابع المزيد في تقرير مراسلنا باسل طبال. خروج إنياكي بينيا في الأسابيع المقبلة، ولا تبدو الصورة واضحة بخصوص مستقبل قائد الفريق مارك أندري تير شتيغن. باسل طبال، بين سبورتس، برشلونة. إذن برشلونة قدم الحارس الجديد جوان غارسيا رسميا لوسائل الإعلام. هو لاعب أراده النادي الكتالوني للتأكيد مع مدربه هانزي ديتر فليك على الاستمرارية والمنافسة. أرحب في هذه اللحظات مشاهدينا بمراسلنا باسل طبال من برشلونة. باسل، مرحبا بك. برشلونة مع وجود حارس مرمى بسن صغير وهو جوان غارسيا، ما هي التوقعات الفورية منه بعد توقيعه رسميا؟ مساء الخير نابغ. توقعات كبيرة بخصوص الحارس جوان غارسيا، أحد أفضل الحراس في الليغا، وكان يبحث دون أي شك عن مخرج لنادي كبير بعد هذا الموسم الكبير الذي قدمه الحارس. وبرشلونة أيضا كان يبحث عن حارس شاب بعد إصابة تير شتيغن في بداية هذا الموسم. وبالمناسبة هي ليست الإصابة الأولى لتير شتيغن الذي كذلك غاب لفترة طويلة في الموسم الماضي. وبرشلونة وصل إلى نقطة وهو بحاجة لحارس شاب، بحارس متألق، بحارس سريع وردات فعل سريعة، بحارس شجاع، وهذا هو الحارس جوان غارسيا الذي بالفعل أدهشنا في هذا الموسم مع نادي إسبانيول ولعب دورا كبيرا في بقاء النادي في الدرجة الأولى. أعتقد أنه هو الخيار الصحيح بالنسبة لبرشلونة. واضح كان هناك نقطة ضعف في حراسة المرمى في هذا الموسم، وبعد أن جاء تير شتيغن في موسم 2015 فحان الوقت لتجديد مركز حراسة المرمى بالنسبة لبرشلونة، والخيار كان الأقرب الحارس في نفس المدينة يلعب للغريم. ويبدو أن تير شتيغن هو الذي يبدو أن جوان غارسيا هو الذي سيلعب الدور الأساسي في برشلونة. هو الحارس الأساسي بالنسبة لهانزي فليك، طبعا إلا إذا كان لهانزي فليك بعد ذلك رأي آخر، ولكن واضح أن هذا الحارس لديه مستقبل كبير. سبق له أن كذلك أحرز الميدالية الذهبية مع المنتخب الإسباني في الصيف الماضي في باريس مع رفقة زملائه كذلك في برشلونة مثل كوبارسي، فيرمين لوبيز، وبالإضافة أيضا إلى إريك غارسيا. الأجواء ليست غريبة على الحارس، لذلك التوقعات هي كبيرة، ودون أي شك أن محيط نادي برشلونة والجماهير سعيدة جدا بهذا التعاقد. تتساءل جماهير برشلونة بخصوص صفقة أخرى هي صفقة منتظرة، صفقة نيكو ويليامز. ما هي آخر التحديثات في هذا الأمر، خصوصا أن النادي الباسكي يرفض التفاوض مع برشلونة بحسب وسائل الإعلام، وفقط يريد من برشلونة أن يدفع الشرط الجزائي؟ بالفعل جماهير برشلونة تنتظر هذا اللاعب الذي كان يحاول برشلونة ضمه في العام الماضي، في الصيف الماضي، بعد أو خلال بطولة اليورو. ولكن هو اللاعب هو الذي فرض نفسه، وهو الذي طرق باب برشلونة، وهو الذي قال أنه يريد أن ينتقل هذه المرة، وأنه يفضل أن يأتي إلى برشلونة على أن يذهب إلى أي نادي آخر، مع اهتمام دون أي شك فريق بايرن ميونخ وأرسنال بضم هذا الجناح السريع صديق لامين يامال وصديق لاعبي برشلونة. قالها لابورتا منذ أيام قليلة أن نحن في صدد إنهاء صفقة ممتازة، دون أي شك كان يقصد نيكو ويليامز، وهناك اتفاق تام بين الطرفين، بين اللاعب وبين النادي، على أن يوقع ل6 سنوات حتى عام 2031 براتب يصل ل 12 مليون يورو. الآن الاتفاق تم بين اللاعب والنادي، ولكن تبقى كما ذكرت نابغ عملية دفع البند الجزائي أو فسخ عقد اللاعب، قيمة تقدر بحوالي 60 مليون يورو. وهنا أتلتيك بلباو كان واضحا، لا يريد أن يسهل عملية الدفع، لا يريد تقسيط المبلغ، يريد أن يدفع المبلغ كاملا حتى يسرح اللاعب، حتى يجعل اللاعب يخرج إلى نادي برشلونة. وهذا أمر منطقي، خاصة أن العلاقات لم تكن على
في افضل حالاتها بين الناديين. تيباس كذلك تحدث رئيس رابطه الليغا السيد خافير تيباس تحدث في الايام الاخيره ان برشلونه حتى يتمكن من تسجيل اللاعبين جوان غارسيا ونيكو ويليامز فعليه ان يقوم ببعض الاشياء ببيع بعض اللاعبين او دون اي شك الوضعيه الماليه ما زالت لم تعد للصيغه الواحد على واحد، وينتظر برشلونه من صفقة قام بها منذ موسمين لم يتلقى المبلغ مع ليبرو، وهي كانت جزء أو نسبة من بارسا ستوديوز. لم تدفع هذه الأموال وهي صفقة كانت تقدر ب40 مليون يورو. لو دفعت في وقتها لربما كانت الأمور أسهل بالنسبة لبرشلونة اليوم، ولكن في آخر الأخبار يبدو أن ليبرو هي نفس الشركة تريد أن تدفع هذا المبلغ وأن تحل هذه المشكلة مع لابورتا بعد أن لجأ نادي برشلونة كذلك للقضاء لحل هذه المشكلة بينه وبين ليبرو، ولكن يبدو أن الأمور تتجه في هذا الاتجاه. وكذلك برشلونة بحاجة ربما لتسريع عملية خروج بعض اللاعبين، لنرى ماذا سيحدث مع تيرشتيغن، لنرى ماذا سيحدث مع أنسو فاتي كذلك وبابلو توري، بالإضافة إلى باو فيكتور. أكثر من لاعب مرشح للخروج، ولكن كيف وبأي صفقة هذا هو دون أي شك عمل الإدارة التي هي بحاجة لتقليص كتلة الرواتب قبل كل شيء حتى تتمكن من تسجيل اللاعبين الجدد. باسل طبال من برشلونة، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. كابتن صابر، سياسة برشلونة حاليا ربما تبحث عن اللاعبين الذين يتناغمون مع أبرز اللاعبين. جوان غارسيا تألق مع المنتخب الإسباني الذي كان في أولمبياد باريس في العام الماضي، كان لديه علاقة وطيدة مع لاعبين مميزين في برشلونة، والآن نيكو ويليامز. لكن أريد أن أتحدث عن جوان غارسيا الذي يريد برشلونة أن يحل معه مشكلة حراسة المرمى. صحيح، جزء مهم جدا. أنا في رأيي الشخصي أن غارسيا في هذا التوقيت قد يكون صفقة مفيدة لبرشلونة أكتر حتى من نيكو ويليامز اللي هنتكلم عنه بعدين. ولكن في الوقت الحالي، لأنه برشلونة كلنا كنا متابعين وشايفين أنه برشلونة عنده مشكلة كبيرة جدا في مراكز الدفاع وفي حراسة المرمى. في الموسم الماضي برشلونة كان عنده قوة هجومية أكثر من رائعة، ولكن كان عنده خلل دفاعي واضح جدا وكمان خلل في حراسة المرمى، وبالتالي لا يوجد في رأيي الشخصي في الدوري الأسباني عموما حارس قادر على حل هذه المشكلة أكثر من جوان غارسيا، عطفا على ما قدمه. الرقم اللي ذكره باسل 146 تصدي رقم هايل، رقم رائع جدا. تخيل، هو طبعا الرقم الأعلى في الدوري الأسباني، ده مع فريق كان بيعاني من الهبوط، فريق حتى اللحظات الأخيرة أفلت من الهبوط بفارق نقطتين فقط عن ليانس اللي هبط 40 نقطة وإسبانيول 42 نقطة. فريق تقريبا شبه مهلهل. نقطة الضوء الأبرز اللي فيه كانت في حراسة المرمى. غارسيا عنده مقومات كبيرة جدا، وبالتالي قد يكون مفيد جدا جدا لبرشلونة في على المديين القريب والبعيد كمان. يمكن نيكو ويليامز على المستوى البعيد قد يكون مفيد جدا، لأنه في الوقت الحالي القوة الهجومية لبرشلونة مش معناها طبعا هو بيتعاقدوا معاه لصفقة مستقبلية، صفقة في القادم هتكون مفيدة جدا. كلاهما لن يعاني في غرفة الملابس كما ذكرت، كلاهما يملك صداقات عديدة في الفريق، وبالتالي غارسيا كما ذكرت هيكون صفقة مفيدة جدا لبرشلونة. نيك ويليامز من اللاعبين الذين يريدهم برشلونة بقوة، لكن بلباو لا يريد أن يسهل الأمور على برشلونة. بلباو يدرك أهمية هذا اللاعب في هذه الفترة للعديد من الأندية وليس فقط لبرشلونة. برشلونة كان عنده اتفاق شبه اتفاق داخلي على ما قدمه أو رفض اللاعب الانضمام لبرشلونة في الموسم الماضي. يمكن أنصار برشلونة شافوها أنه جرح لكبرياء برشلونة، أنه لاعب يرفض برشلونة، وبالتالي كانت كل المؤشرات بعد الرفض الموسم الماضي أنه برشلونة مش هيتعاقد معاه. ولكن أهمية اللاعب وقوة اللاعب وفايدته في المدى البعيد لبرشلونة وفي مشروع برشلونة، يعني رجعت المفاوضات تاني. احتمالات انضمامه لبرشلونة بالطبع هتكون مهمة جدا، حتى من فترة طويلة. حتى لما دوكو كان طلع في مايو الماضي المدير الرياضي لبرشلونة، هو اتكلم على الضغط الزايد على جناحي الفريق سواء رافينيا او لامين يامال، وقال ان هم محتاجين لحد يخفف عنهم الضغط، لان هو كان مستوعب كمدير رياضي في فريق وحتى كالمسؤولين في برشلونة. تخيل انت لو في منتصف الموسم الماضي مثلا وقع من برشلونة لامين يامال ورافينيا اصابات مثلا او شيء من هذا القبيل لا قدر الله، برشلونة كان تقريبا هيتراجع بشكل كبير جدا سواء في الدوري او في دوري ابطال اوروبا، لانه اللاعبين دول تحديدا قاد الفريق للعديد من النجاحات. وبرشلونة من الفرق اللي ما ينفعش تعتمد على 2 لعيبه او 3 لعيبه او 4 لعيبه،
لابد ان يكون هناك بدائل، ونيكو ويليامز من ابرز البدائل. طبعا ال 58 مليون يورو اللي هو الشرط الجزائي بلباو متمسك بيهم جدا. يمكن يكون في حلول وسط على انه يندفعوا، ولكن على دفعات على فترات متباعده، وده اعتقد اللي برشلونه بيسعى له في الوقت الحالي. تحول بكم مشاهدينا الى ملف اخر، حيث تستعد الانديه التركيه لموسم انتقالات شاق ومكلف، حيث تريد فرق المقدمه منافسه جالاتا سراي على لقب الدوري من السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال خوان غارسيا حارس برشلونة الجديد إنه متشوق للغاية لبدء اللعب مع الفريق الأول للبارسا، والذي وصفه بأنه مشروع مثير للغاية. أكد غارسيا في حفل خاص بمقر نادي برشلونة: عندما يكون هناك فريق شاب بهذا الحجم ويضم لاعبين جيدين يكون مشروعا مثيرا للغاية. أنا محظوظ أيضا بمعرفة بعض لاعبي الفريق، أتطلع بشدة للبدء والتواجد معهم. ووقع غارسيا 24 عاما عقدا يمتد إلى حزيران 2031، بعد أن أكد النادي انضمامه إليه يوم الأربعاء الماضي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 25 مليون يورو، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لإسبانيول. أفاد: أنا سعيد للغاية، كنت أتطلع بشوق لهذا اليوم، وأخيرا ها أنا ذا أعمل على مواصلة التطور كحارس مرمى وتحقيق إنجازات عظيمة ضمن مشروع مثير للغاية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.